بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات دبلوم المدارس الثانويه التجاريه في حلقه جديده من برنامجنا مدرسه على الهواء، ودرس جديد من دروس الاحصاء وهو درس الانحدار. اسمحوا لي في البدايه ارحب باستاذنا الاستاذ محمد ابو نار، موجه الرياضه الماليه والاحصاء بوزاره التربيه والتعليم. اهلا بك يا استاذ. اهلا بك يا استاذ عماد، اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. في البدايه كده يا استاذ محمد، احنا نستسمحك، احنا عايزين نراجع الاول على درس الارتباط، او أيوة. ندي فكره الاول على الحلقه اللي فاتت. نعم. عشان اللي ما كانش متابع معانا أيوة. يقدر يتوقف النهارده على لان في انا ربط ما بين الارتباط والانحدار. نعم. ان شاء الله. أيوة. فحضرتك احنا اتكلمنا المره اللي فاتت والحلقه اللي فاتت عن درس يسمى الارتباط، وكان معناه الارتباط قياس درجه العلاقه بين ظاهرتين. الظاهرتين دول واحده اسمها س والثانيه اسمها ص، لازم يكونوا ظاهرتين، لان الارتباط اللي عندنا ارتباط بسيط بيكون ما بين س وص، في ارتباط متعدد مش عندنا. فالارتباط النهارده اللي احنا خدناه قبل كده كان في قياس الارتباط عن طريق سبيرمان، اللي هو معامل ارتباط الرتب، وبيساوي 1 ناقص 6 مج ف تربيع على نون تربيع ناقص 1، وطلبه كتير بتحبه. اما قياس الارتباط باستخدام طريقه بيرسون كان بيعتمد على المجاميع في قياس درجه العلاقه بين الظواهر. والنهارده هقول لحضرتك يا استاذ عماد، قانون بيرسون ده اللي احنا اشتغلناه المره اللي فاتت بيفتح لي حاجات كتير وبيفتح لي افاق جديده في درس النهارده. انا لو طالب وهحضر النهارده لازم اعرف ان كلمه ر يعني معامل ارتباط بتساوي نون مج س ص ناقص مج س في مج ص، وهم عارفين ان مج س ص غير مج س في مج ص. مج س في ص يعني ايه؟ يعني س في ص وجمعتهم، لكن مجموع س في مجموع ص بضرب المجموع في المجموع على جذر تاني، الجذر الاولاني والجذر التاني. الجذر ده الاولاني اللي بالاحمر مكتوب عليه نون مج س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع، التاني نون مج ص تربيع ناقص مجموع ص الكل تربيع. ده معامل ارتباط كان لبيرسون. وقياس الارتباط ده 3 حاجات قلنا، ر دي تطلع يا موجبه يا سالبه يا تطلع صفر. لو طلع موجب يبقى الارتباط ده حضرتك طردي، طلع سالب يبقى الارتباط ده عكسي، لو طلع صفر يبقى لا يوجد ارتباط. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في قياس الارتباط وكانت النتيجه معروفه، يا تطلع صفر وعلامه ولازم تطلع صفر وعلامه. اما النهارده هقيس الارتباط بس في اخر الحلقه، هقيس الانحدار النهارده ما بين ص على س وس على ص. كلمه الارتباط معناها ايه؟ قال لي قياس درجه علاقه او شده علاقه بين ظاهرتين. امال الانحدار هو ايه؟ طلبه كتير ما بتعرفش تفرق ما بين الارتباط والانحدار. الانحدار هو عمليه التنبؤ بظاهره بمعلوميه الثانيه. ازاي؟ انا عندي ظاهرتين س وص، يبقى انا عندي معادلتين للانحدار ص على س وس على ص. المعادلتين دولت بنستخدمهم في ايجاد ايه؟ في ايجاد ص بمعلوميه س وايجاد س بمعلوميه ص. العلاقه دي كنا بناخدها واحنا في صغيرين في الاعدادي، لو قال لي ص بتساوي 5 س زائد 3. العلاقه دي معناها ايه؟ ان الخمسة س دي كان ليها اسم والتلاتة دي ليها اسم، كانوا بيسموا الخمسة دي معناها الميل وهم عارفين الكلمة دي. اما التلاتة ده اسمه الجزء المقطوع من محور الصادات، ما يهمنيش الكلام ده، لكن في بتوع الاحصاء بيقولوا الاتي، ان الخمسة اللي هنا الجميلة دي معناها ايه؟ قال لي اسمها معامل انحدار ص على س. هنشتغل احصاء النهارده، الاحصاء اللي هنشتغلها بتقول ان في معادله انحدار ص على س. ص على س بتساوي ايه؟ قال لي ص بتساوي ا س زائد ب. هنتكلم مع بعض. فص بتساوي ايه؟ ا س زائد ب. المعادله دي بتقدر مين؟ قال لي بتقدر ص. اما السين اللي هنا دي، السين اللي هنا تعتبر دي المتغير الاساسي، ده المتغير الاساسي او الاصلي. الصاد اللي هنا دي تسمى المتغير التابع المطلوب تقديره. شكل حصتي او شكل محاضرتي النهارده جميله بصراحه، فيها افكار جديده. يبقى انا هجيب معادله انحدار ص على س، ص بتساوي ا س زائد ب. طب فكرني وقول لي هتقول ايه النهارده؟ قلت له هقول لك معادله انحدار ص على س ومعادله انحدار س على ص، ولو ربنا ان شاء الله اكرمنا يا استاذ عماد هنجيب العلاقه بين معاملي الانحدار والارتباط، وده سؤال في الامتحان، ما فيش امتحان بيخلى من العلاقه بين الارتباط والانحدار. وهل في فرق بينهم يا استاذ محمد؟ نعم في. يبقى في فرق بين طالب يقدر يميز ما بين ص على س وس على ص؟ نعم. انا النهارده اقول لحضرتك لو طالب هقول له اللي بيسالك عليه الاول احسبه. لو قال لي قدر قيمه ص عندما س بتساوي كذا، يبقى المعادله دي معادله انحدار ص على س، اللي جه الاول مين؟ ص، يبقى هقول ص بتساوي ا س زائد ب. لو قال لي قدر قيمه س عندما س بتساوي 20 مثلا، اللي جه الاول انا سمعته اسمه ايه؟
س. يبقى هقول دي علاقه ما بين س وصاد، يبقى معادله انحدار س على صاد. تمام. قبل ما هنقل دلوقتي وهنتعامل مع الداتا هقول لحضرتك على حاجه. الانحدار معناه التنبؤ باحدى الظاهرتين بمعلوميه الاخرى، وعندي معادلتين صاد على س وس على صاد، واللي ما خدش باله من معامل الارتباط لبيرسون مش هيفهم حصتنا النهارده. طب في نقطه يا استاذ محمد، اتفضل. معلش يعني حضرتك قلت حضرتك من شويه قبل ما نخش نعم. في الانحدار عشان ما ننساش الجزئيه دي. نعم. نقطه مهمه جدا، وهي ان الارتباط يا اما يجي موجب موجب. يا اما سالب يا اما صفر. صفر. يعني أيوة. معنى ذلك ان الطالب المفروض يركز في ان لو نتيجه المساله هو بيحل، نعم. ان انا يبقى ده دليل عندي امتى انا مسالتي صح او غلط. نعم. ممكن طالب يجي يحسب على الاقل تطلع 1.5 واحدة غلط. اعلى من 1، يبقى انا ايه ده هقول مؤشر ان انا لحضرتك مسالتي معامل غلط. الارتباط لقياس درجه العلاقه بين الظواهر بياخد قيم ما بين الصفر والواحد. يعني هو يبقى اكبر من سالب واحد واقل من واحد. تمام. ما عدا الصفر معامل الارتباط ياخذ قيمه من سالب واحد الى موجب واحد ما عدا الصفر. تمام. لان لو طلع بصفر يبقى لا يوجد ارتباط. بقولها له بالبلدي ان معامل الارتباط بيساوي صفر وعلامه. طلع علامه اقصى رقم يوصل له واحد صحيح. واحد صحيح. طيب أو سالب اقل واحد. رقم يبقى سالب واحد صحيح. ده اللي هنشوفه ان شاء الله في اخر الحلقه. تمام. أنا هنرجع تاني للانحدار. معنى الانحدار هو عملية التنبؤ بقيمة إحدى الظواهر أو إحدى المتغيرين بمعلومية المتغير الآخر. قصدي يقول لك إيه؟ لو معاك عايز صاد يبقى صاد بمعلومية س، أو س بمعلومية صاد. يبقى أنا هنا متغيرين معايا. يبقى الانحدار هو عملية التنبؤ بقيمة إحدى الإيه؟ إحدى المتغيرين أو إحدى الظاهرتين بمعلومية الآخر. عندي حاجتين تانيين، قلت له عندي إيه؟ قال لي عندي أنواعه في معادلة تسمى معادلة انحدار صاد على س. في معادلة انحدار صاد على س. معادلة انحدار صاد على س، صاد بتساوي أ س زائد ب. المعادلة بتقول إيه؟ قال لي المعادلة بتقول صاد بتساوي أ س زائد ب. طيب معادلة انحدار س على صاد اللي هنشتغلها النهاردة إن شاء الله اسمها س بتساوي ج صاد زائد د. المعادلتين دولت اللي ما خدش باله منهم مش هياخد باله من إيه؟ من حلقتنا النهاردة. س بتساوي ج صاد زائد د. يبقى المعادلة الأولانية معادلة انحدار صاد على س. انحدار س على صاد. انحدار س على صاد. انحدار س على صاد. هذه المعادلة س بتساوي ج صاد زائد د. أنا هشتغل الأولانية بصراحة، وبعد ما اشتغل الأولانية هنخش على المعادلة الثانية. المعادلة الأولانية ما تنساش إن صاد بتساوي أ س زائد ب. أ ليها قيمة وب ليها قيمة. القيمة بتاعت أ هي البسط في قانون معامل الارتباط اللي فوق على الجزء الخاص بس بدون جذر. تاني معادلة انحدار صاد على س، صاد بتساوي أ س زائد ب. عشان أجيب الألف أعمل إيه؟ الألف بتساوي البسط اللي في القانون فوق على الجزء الخاص بس بدون جذر. عشان كده معايا بيقول لك معادلة انحدار صاد على س، صاد بتساوي أ س زائد ب. هذه المعادلة تعطي أفضل قيمة للظاهرة صاد عندما تكون س معلومة لنا. نقولها تاني. يبقى معادلة انحدار صاد على س تعطي أفضل قيمة للظاهرة صاد عندما تكون س معلومة لنا. صاد بتساوي أ س زائد ب. أ بتساوي إيه؟ قلت له القانون اللي فوق ن مج س صاد ناقص مج س في مج صاد على ن مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. ده البسط في قانون معامل الارتباط على الجزء الخاص بس بدون جذر. الجزء الثاني اللي هو اسمه ايه؟ اللي اسمه ب. المعادله بتقدر انحدار صاد على س ده اهي. يبقى تحطي مكان دي مجموع صاد ناقص أ مجموع س على ن. قبل ما تنقل الكلام ده عرفت تجيب أ ازاي؟ قلت له عرفت. أ بتساوي ن مج س صاد ناقص مج س في مج صاد على ن مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. ب بتساوي مج صاد ناقص أ مج س على ن. وهروح لمثال تاني. اتفضل. يعني كده يا استاذ محمد انا في ملاحظه كده اتفضل. حضرتك، احنا عشان نجيب احنا قلنا صاد معادله انحدار صاد بتساوي أ س زائد ب. نعم. لما انا حبيت اجيب أ، ايوه. يبقى المفروض كده الطالب انا لاحظنا ان المفروض في ايجاد قيمه ب يبقى لابد ان انا اوجد أ. لازم توجد أ يعني ما الاول. ينفعش انا اجيب ايه؟ ب الاول. ب الاول. لا يبقى لازم كده اجيب أ الاول. ب مرتبطه بمين؟ مرتبطه بمين؟ بقياس أ. بقياس قيمه أ. على فكره أ لما بيعرف في الاحصاء انا قلته في اول الحلقه من الناحيه الرياضيه أ هو الميل الخط على محور السينات. تمام. طبعا هم مش هيعرفوا الكلام ده، لكن هم يعرفوا ان أ هي معامل انحدار صاد على س. أ هي ايه؟ معامل انحدار صاد على س. 4 كلمات ما بيتغيروش. اما الجيم هي معامل انحدار ايوه س على صاد. ممكن احتاجها يا استاذ محمد؟ هنحتاجها. اللي هي كألف الالف والجيم والره دلوقتي هنوجد تمام. علاقه، والوقت ادعو الله ان ربنا يوفقنا ونلحق نوجد العلاقه ان بينهم. شاء الله. معايا مثال بسيط جدا. المثال البسيط ده بيقول لك يا استاذي من البيانات التاليه اوجد لي معادله انحدار صاد على س صريحه. ويا ريت ممكن يشطب الكلمه دي
يعني ممكن بيجي لي في البيانات كده جاهزه، يديني المجاميع يقول لي من البيانات التاليه ن ب10، مج س ب60، مج ص 80، مجموع س في ص ب 510، مجموع س تربيع ب 390، مجموع ص تربيع ب 690. السؤال احسب انحدار مين اللي جه الاول اهو، واضحه، ص على س. كان ممكن يلغي الكلمه دي ويقول لي اوجد قيمه ص عندما س تكون بتساوي 20 باستخدام خط الانحدار المناسب. اللي جه الاول اللي جه الاول هو اللي هيتحسب. تمام. يبقى المعادله بتاعتي اسمها ص بتساوي ايه؟ قلت له ص بتساوي ا س زائد ب. بحاجه اجيب الالف وبحاجه اجيب الب. اجيب الالف ازاي؟ قلت له الالف بتساوي، لازم اكتب القانون، ن مج س ص ناقص مج س في مج ص على ن مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع. هعوض تعويض مباشر في القانون. ادي هنا ناقص وهنا ناقص وهنا فيه وهنا فيه وده تربيع. انا لما بعمل كده بريحك بصراحه. ن بتساوي 10، هنا 10 مج س ص بكام؟ ب 510. مج س في مج ص 60 في 80، وهنا 60 دي كل تربيع، واللي اتربع 390 في 10. وهقول لهم لفظ هم عارفينه وسمعوه مني قبل كده في الارتباط، اللي اتربع اتربع واللي ما اتربعش ربعه. تاني، اللي اتربع س اتربعت ما ربعهاش انا. السين المناظره ليها 60 يبقى ربعها، يبقى اللي اتربع اتربع واللي ما اتربعش اربعه. عايز اجيب الالف، الالف اعمله ازاي؟ قلت له الالف بنفس الطريقه بتاعتي. هقدر اجيب الالف بتساوي بالاله بس. الف بتساوي هقول 10 كده في 510 زي ما خدناها ناقص 60 في 80 على 10 في 390 ناقص 60 الكل تربيع. لو معايا آلة 10 في 510 ناقص 60 في 80 تطلع بالظبط وبالتحديد تطلع 300. بالآلة المقام بتاعنا 10 في 390 ناقص 60 الكل تربيع بتطلع ب 300. 300 على 300 فيها الواحد. كده جبت الألف. عايز أجيب الب. قانون الب مجموع ص ناقص ألف مجموع س على النون. مجموع ص كان ب 80. ألف اللي طلعت يا أستاذ عماد زي ما حضرتك قلت لك لازم تجيب الألف الأول. في مجموع س ب 60 على ن بتساوي 10. ب بتساوي 60 ناقص 80 يبقى 20 على العشرة فيها الاثنين. كده جبت الألف وجبت الب. الإجابة بتاعتي طلبة كتير بتغلط في الحتة دي، ما تعرفش إن الإجابة هي معادلة. ص بتساوي ألف س زائد ب. ألف بواحد واكتب جنبيه س زائد 2. بس الطلبة بتاعت مدرسة على الهوا طلبة شطار بتقول لي حتى لو ما كتبتش الواحد ده أنا عارف اللي قدام الس بواحد. يبقى ص بتساوي س زائد 2. السؤال كان عايز قيمة ص عندما س بتساوي 20. يعني ايه؟ دي الإجابة. قيمة ص عندما س بتساوي 20 يعني شيل الصاد، شيل السين وحط 20، يبقى ص بتساوي 1 في 20 زائد 2 يطلع بالظبط وبالتحديد 22. دي قيمة الصاد عندما س بتساوي 20. عملت ايه من الأول؟ قلت جبت الألف. الألف بتساوي ن مج س ص ناقص مج س في مج ص على مين؟ على ن مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. في صيغة تانية من الأسئلة يا أستاذ عماد إن هو حضرتك بيديهم جدول. فالجدول هو طبعا عارف إن لازم هيديني س وصاد. لازم أعمل له السين وأعمل له الصاد أضرب السين في الصاد وأربع السين وأربع الصاد. بس مش في كل الحالات هربع السين أو أربع الصاد. بتختلف من انحدار س على صاد أو صاد على س. ممكن أعمل الخانة وما اشتغلش بيها. خلي بال حضرتك يعني يعني المرة اللي فاتت أو المثال اللي فات كان في إيه حضرتك؟ كان في قيم جايبها لي هو جاهزة. السنة اللي فاتت جاب لهم القيم جاهزة. ممكن السنة دي يجيب لهم جدول زي ده بالظبط يقول لهم الآتي فيما يلي، أو الجدول التالي يوضح أسعار وكميات كم سلعة؟ 6 سلع. السلع دي عبارة عن إيه؟ قال لي س 6 و9 و11 و7 و9 و8. صاد فيها الآتي 6 و9 و13 و8 و11. إيه المطلوب بتاعنا إيه؟ قال لي المطلوب احسب. أنا مش هغلط الأول، أنا مش عايز أستعجل. أمال عايز تعمل إيه؟ قال لي اقرأ الحتة الأولانية. مين اللي جه الأول؟ برافو عليك، صاد. يبقى المعادلة معادلة انحدار صاد على س. وقيمة صاد عندما س بتساوي 20. يبقى برضو لازم أتأكد إن أنا المعادلة بتاعتي صاد بتساوي أ س زائد ب. لازم أحسب الأول الألف وبعد كده أجيب الب. المعادلة بتاعتي فيها الآتي. عندي السين والصاد. هضرب السين في الصاد. س في الصاد أعمل إيه؟ هضرب 6 في 6 ب 36. 9 في 9 ب 81. 11 في 13 ب 143. 56
99 80 والمجموع بالظبط 495. اللي عملته هنا اللي جاي هتغلط فيه طلبه كتير. 6 في 6 ب 36. 9 في 9 ب 81. انا بربع. الناس بتخلط يا استاذ محمد. اه في خلط يعني الطالب برضه مش عيب ان نعم. احنا الطالب يتعلم الاساسيات برضه. لازم. في طالب ممكن يقول لك اضربها في 2. اضربها في 2. لا غلط. بيعمل خلط بان هو يضرب مثلا 2 في س او س تربيع. لو س ب5 يبقى س تربيع بكام؟ 25. ليه؟ عشان 5 في 5. لكن لما س تكون ب5 يبقى 2 س منها بكام؟ يبقى 2. هو بس المشكله عنده الاثنين س وس تربيع. وفي مشكله ثانيه ان الطالب لازم يبقى عنده مهاره كافيه، يبقى عنده مهاره تعامل في الاله. الاله الجديده بتعمل له كل حاجه. عايز اجيب اكس تربيع، ما انا هدوس على اكس سكوير او اكس تربيع هجيب لي الاكس. خدت بالك؟ بس في طلبه زي يعني بيبقوا ما عندهمش الالات، فيقول لك 11 في 11 يقول لك ب 121. لازم يشتغل واللي يحصل ماده شغل، ماده تفكير. عايزين نعلم ماده ابتكار برضه نموذج في حضرتك يعني في ان شاء الله الآلة. في الاخر. نعم. حضرتك يعني ناخد نموذج بدل نون مج س ص نضرب مثلا ازاي الطالب بدل ما بيحمل الاله مره واحده. نعم. يعني يضرب كله في بعض ورا بعضه ما بيعملش فاصل. لا. يعني نتعلم مثلا نضرب ايه مج س نون مج س ص يبقى نضرب ده في ده ويطلع رقم ناقص ونضرب رقم يعني ايه. نعم. نشتغل على الاكثر من لا مرحله. هي يعني الاله ممكن تجيب له البسط مره واحده وتجيب له المقام مره واحده. واحده. الطالب ما عندوش المهاره الكافيه زي ما حضرتك قلت او معاه الاله البدائيه. ايوه او ما البسيطه. عندوش الاله اللي هي الحديثه. لا الاله العاديه هيضرب كل قيمه ويحسبها. بس في حاجه ملاحظه وبقولها له. قبل اي عله لازم تحط يساوي. هقولها تاني. قبل اي عله تحط يساوي. قبل اي جذر لازم تحط يساوي. تمام. بعد كل عمليه سواء كانت جمع او طرح او قسمه او ضرب حط يساوي. مش هيبقى فيه غلط تاني. الغلط عنده لان الطالب مش ما عندوش الثقه الكافيه اللي يقول لك ان الاله بتغلط. لا، ما انت اللي بتحط البيانات في الاله مش انا. تمام. خلي بالك يقول لك هي الاله بتغلط يا مستر. الاله بتغلط ليه؟ انت بتقدم لها بيانات غلط. لكن لازم المفروض يبقى عندي مهاره كافيه ان انا هجيب البسط مره واحده نون في مج س ص ناقص مج س في مج ص يطلع قيمه احطها في البسط. تمام. المقام برضه مره واحده نون في مج س تربيع ناقص مج س لكل تربيع. هي مشكله كلها مج س تربيع اجيبها ازاي؟ في زرار في الاله مكتوب عليه اكس سكوير اكس تربيع. يجيب كل قيمه لوحديها. وانا قلت لحضرتك معامل الارتباط صفر وعلامه. لكن معامل الانحدار ص على س جبناه مره واحد والنهارده هجيبه مره يطلع 2 يطلع زي اي قيمه. وموجب او سالب عادي. وموجب وسالب حسب نوع الارتباط. خلي بال حضرتك عندي هنا نرجع تاني لمثالنا. ضربت الستة في 6 ادوني س في ص. ضربت الس في ص واشتغلت. هجيب الس تربيع والصاد الس تربيع ب 121 49 81 8 في 8 ب 64. المجموع بالظبط وبالتحديد 433. اجمع تاني 433 32. يبقى انا كده جبت مين؟ جبت السين وجبت الصاد وضربت السين في الصاد. المعادله بتاعتي قال لي صاد معادله انحدار صاد على س صاد بتساوي ا س زائد ب. عايز اجيب الالف. القانون لازم اتعامل معاه. نون مج س صاد ناقص مج س في مج صاد على نون مج س تربيع ناقص مج س الكل تربيع. الالف بتساوي شرطه كسر ناقص وناقص في وفي. هو لو عمل زي ما انا بعمل كده يا استاذ عماد حضرتك مش هيبقى فيه غلط. تمام. النون عد 1 2 3 4 5 6 عدد قيم س وصاد 6 و6. س في صاد مجموعها 495. مجموع س في مجموع صاد 50 في 57. دي 50 تربيع. الثانيه قال لي هنقول 6 في مجموع س تربيع 432. ألف بتساوي هخلص دول مره واحده ازاي؟ 6 في 495 ناقص 50 في 57 تطلع بالظبط وبالتحديد 120. انا اقصد هنا يا استاذ محمد بقى ان هو ايه ان الطالب نقول له مثلا 6 في 495 واكتبهم ناقص. نعم. الحسبه الثانيه ده لو معاه آلة بدائية اجي اقول ايه اطرح ده من ده. ده ناقص ده برضه. لا الافضل ليا ان انا اجيبهم مره واحده في الاله. 6 في 495 ناقص 50 في 57 هتوفر معايا وقت وتوفر معايا جهد. وفي الفتره دي انا المشكله عندي مش ديت يا استاذ عماد. المشكله الكبيره اللي عندي انه هنقل الخمسه 2 والاثنين 5 من الاله. وهقولها لحضرتك اما اخلص الحته دي. جبت الالف طلعت 120 على كام؟ اما اخلص الشغل بتاع الاله يطلع بالظبط وبتحديد 92 يطلع الالف بتساوي 1 علامه 30. دي قيمه الالف. الالف جبتها طلعت 30. ناقصنا اجيب الب. وما تنساش ان الب بتساوي ايه؟ الب بتساوي مج صاد ناقص الف مج س على نون. الب بتساوي الف ب بتساوي معايا مج صاد ناقص الف مج س على نون. المج صاد من التمرين كان بكام؟ قلت له كان ب 57 ناقص الالف لسه جايبه بواحد علامه 30
مج س كان ب50 واقسم على عددنا 6 يطلع بالظبط وبالتحديد سالب 1 علامة 33. سالب جبتها، بس قبل ما اقسم على 6 اقول ايه؟ يساوي. هقول 57 ناقص 1 علامة 3 في 50 اقول يساوي، واقسم على 6 واقول يساوي، يطلع سالب 1 علامة 33. تبقى المعادلة بتاعتي ص بتساوي أ س زائد ب. أ س زائد ب. الص بتساوي الألف بتاعتنا بواحد علامة 30 واكتب جنبيها س ناقص الب بواحد علامة 33. دي المعادلة بتاعتي. ناقصني ايه؟ قال لي الطلب الثاني كان قيمة ص عندما س بتساوي 20. ص بتساوي، شيل السين وحط 20، 1 علامة 30 اضرب في 20 ناقص 1 علامة 33. مشكلة الآلة يا أستاذ عماد أعملها إزاي؟ قال لي هضرب ده 1 علامة 30 في 20 ناقص 1 علامة 33 تطلع بالظبط وبالتحديد 24.67. دي قيمة ص عندما س بتساوي 20. دي قيمة الصاد عندما س بتساوي 20. يا أستاذ عماد حضرتك احنا كده خلصت معادلة انحدار ص على س. تمام. الثوابت اللي عندي هي ايه؟ قيمة أ وقيمة ب. أنا لو طالب النهاردة وبيتفرج عليا وبينصحني يقول لي أعمل إيه عشان ما انساش الدرس ده؟ هقول له احفظ قانون معامل الارتباط اللي هو قال لي أنا حافظه. ن مج س ص ناقص، قلت لهم برافو عليك. لكن الألف أحسبه إزاي؟ الألف أحسبه البسط اللي فوق على الجزء الخاص بس بدون جذر. خلاص خلص كده، خلص. الباقي سهل، اللي هو برضه هيبقى معادلة انحدار س على ايه؟ على ص. اعتقد يا استاذ محمد يبقى ان شاء الله في انحدار س على ص هناخد نعم. الجزء الخاص بالارتباط اللي هو البسط على مع الجزء الخاص بص بدون جذر. برافو على حضرتك، ما شاء الله. ج اللي هي ايه؟ تجيب يعني تجيب قيمة ج ودال اللي هو الجيم، بعد كده اللي تجيب هي الدال. الجيم اللي هي معامل انحدار س على ص. الدال نعكس ايه؟ نحط بدل مج ص نقول مج س ونخلي مج ص. كده جميل جدا. تمام. طب ما هو ده عشان كده احنا خلصنا معادله انحدار ص على س. طب ما تيجي نروح انا وانت حضرتك كده وهم واخدين بالهم معايا نجيب معادله انحدار س على ص اللي بتدي مين؟ تمام. بتدي قيمه س عندما ص تساوي. عندما ص تساوي او ص تكون معلومه. تمام. بس خلي بال حضرتك ليها متغيرين. يعني انا قلت ص المره اللي فاتت بتساوي أ س زائد ب. المره دي مش هقول ص بتساوي، هقول س بتساوي ج ص زائد د. ج ص زائد. هذه المعادله بتقول ايه؟ الجيم ده معامل انحدار س على ص. الدال ده الثابت بتاعنا. طيب يبقى انا عندي معادله انحدار س على ص بتعطي قيمه مين؟ س عندما ص تساوي بتساوي قصد. انا لو طالب وهغلط اقول لك ايه؟ اللي بيجي الاول هو اللي هحسبه. تمام. لو قال لي قدر قيمه ص يبقى المعادله ص بتساوي. طب قال لي قدر قيمه س يبقى س تساوي العكس. يبقى س. تيجي نخش على المثال بتاعنا. قلت له مش هقول المثال الا لما اقول لك ان انا عندي معادله انحدار س على ص. تمام. وتعطي قيمه س على ايه؟ وتعطي قيمه س. تعطي قيمه س عندما يكون معلوما لنا قيمه ص. س بتساوي ج ص زائد د. س بتساوي ج ص زائد د. لو عند حضرتك بقى مثال يا استاذ عماد على الحته دي يا ريت حاجه تكون جات لك، يا ريت نتكلم فيها. طيب ماشي. في مثال حضرتك نقدر نشوفه مع بعض حضرتك. ماشي. لو قلنا فيما يلي اسعار وكميات 6 سلع. ايوه. حيث ان الاسعار س والكميات ص. ماشي يا ريت اتفضل. فلو طالب مثلا هنا حضرتك مش هندي البيانات جاهزه. نعم. معانا تمرين في جدول او بالصوره الثانيه اللي سيادتك اللي هو حضرتك احنا قلنا يا اديني بيانات جاهزه، يديني المجاميع جاهزه، يا اما نشتغلها. احنا اشتغلنا بيانات واشتغلنا جدول. تمام. وانا لو طالب خلي بال حضرتك الجدول بيبقى عليه درجه، بالمجاميع ليها درجه. يعني مقاييس السؤال في الامتحان الحته دي ليها مقاييس. الجدول بيبقى عليه درجه بتوصل للتلت. شغل الاحصاء يجيب الالف واجيب الب وعوض بيبقى التلتين. يبقى انا معايا الجدول ده لو ضربت السين في الصاد وربعت السين وربعت الصاد وجمعت خدت تلت الدرجه او نص الدرجه، يبقى الشغل الثاني هو السهل. تمام. طب لو هو لو بيحبني يديني جدول ولا يديني المجاميع؟ لا جدول طبعا. جدول ان درجته مضمونه ولا لا. تمام. خلاص يا ريت حضرتك تقول لنا اللي عند حضرتك. لو قلنا ان الاسعار س أيوة. والكميات ص، الاسعار هتبقى 5 2 6 9 2 7. نعم. والكميات هي 3 7 6 8 5 6. المطلوب تقدير قيمة الأسعار س عندما تكون الكميات ص تساوي 4 وحدات، وذلك باستخدام خط الانحدار المناسب. يعني بالشكل اللي قدام حضرتك ده يا أستاذ عماد هنا قال لي تقدير الأسعار. الأسعار هنا مين؟ س ولا مش س؟ س. تمام. س. يبقى المعادلة معادلة انحدار س على ص. عندما تكون الكميات 4 وحدات وذلك باستخدام خط الانحدار المناسب.
في طلبه كتير بتشوف الحته دي بصراحه بتعمل ايه، تقول لك ايه، هو نحسب س على ص ولا س على ص ولا ص على س الاول؟ قلت له اقرا الاسعار، تقدير الاسعار يبقى تقدير مين؟ س. عندما تكون ص بكام؟ ما قالش ص. طب ما نرجع لكلمه الكميات، ماذا تمثل كلمه لك الكميات؟ قال لي ص. يبقى المعادله اللي انا هشتغلها تبقى معادله انحدار س على ص ولا ص على س؟ قال لي قدر الايه؟ الاسعار. يبقى هقدر س الاول. يبقى لما اقدر س. تقدير س عشان اعمله لازم يبقى عندي السين والصاد، واضرب السين في الصاد واجيب الصاد تربيع وليس الصاد تربيع. افرض جبت السين تربيع وجبت الصاد تربيع، مش هتاخد على السين تربيع درجه، مش هاخد على السين تربيع درجه. يبقى المعادله اللي معايا معادله انحدار س على ص، وهبدا اشتغل هضرب السين في الصاد واجيب الصاد تربيع. الشغل اللي معايا فيه الاتي، انا عندي جدول من الاربع خانات بتوعي، س وصاد، س في صاد، صاد تربيع. هقول السين 5 في 3 ب 15، 2 في 7 ب 14، 36، 72، 2 في 5 ب 10، 7 في 6 ب 42. ربع الصاد 3 في 3، قلت له فاكرك كنت بتقول لي 9، 49، 36، 8 في 8 ب 64، 5 في 5 ب 25، 36 مجامعنا دول 219 ودول 189. وهنشتغل الشغل بتاعنا معادلة انحدار س على ص. معادلة انحدار س على ص. المعادلة دي بتقول ايه؟ قال لي بتقول س بتساوي ج ص زائد د. عايز اجيب الجيم اعمل ايه؟ قلت له ن مج س ص ناقص مج س في مج ص على ن مجموع ص تربيع، اوعى تقول س هزعل منك، ناقص مجموع ص الكل تربيع. ج بتساوي عد القيم، ن بتاعتنا ب6 وده تربيع. نقول هنا ن بكام؟ قلت له ب6 في مج س مج س ص 189، مج س في مج ص، مج س 31 في مج ص 35، 35 الكل تربيع. هنا 6 في 219. شغل الآلة ج بتساوي السؤال اللي هنا، نقول 6 في 189 ناقص 31 في 35 يطلع بالظبط وبالتحديد 49. هنا 6 في 219 ناقص 35 اكس تربيع تطلع بالظبط وبالتحديد 81. دي 55 من 100، دي قيمة الجيم. جبت قيمة الجيم، قلت له كده جبت قيمة الجيم. قيمة الجيم بتساوي ن مج س ص ناقص مج س في مج ص على ن مج ص تربيع ناقص مج ص الكل تربيع. انا كده جبت الجيم، ناقصنا اجيب الدال. قلت له هنقول مع بعض الدال عشان اجيبها، دال بتساوي مجموع س اهو، س بتساوي ج ص زائد د. كتير هيغلط، قلت له حط ديت يبقى مجموع السين ناقص الجيم مجموع الصاد على النون، يبقى الدال بتساوي مجموع س ناقص ج مجموع صاد على نون. عددنا 6، مجموع السين كان 31، الجيم لسه جايبها ب 55 من 100 في مجموع الصاد 35 واقول يساوي. اللي ما خدش باله نقول 31 ناقص 55 في 55 من 100 في 35 واقول يساوي على 6 تطلع بالظبط وبالتحديد 1 علامة 96. كده جبت الدال. المعادلة بتاعتي فين؟ قلت له س بتساوي ج بكام؟ قلت له ج ب 55 من 100 صاد زائد 1 علامة 96. عايز اجيب كده جبت قيمة السين، هات لي قيمة صاد او قيمة س. هو ما كانش طالب السين، كان طالب قيمة الأسعار عندما تكون الكميات 4 وحدات، يعني صب 4. س بتساوي 55 من 100 في 4 زائد 1 علامة 96. س بتساوي بالظبط 55 في 4 زائد 1 علامة 96 يطلع 4 علامة 16. ودي كانت المطلوب بتاعي لما طلب مني قيمة س عندما ص بتساوي 4 وحدات. حضرتك يا استاذ عماد انا عايز الخص اللي انا قلته ازاي اسمحك نلخصه بطريقه بسيطه. يعني يا ريت يعني لو هنتعب حضرتك هيبقى في انا شايف كده ان في ربط او خيط يعني ربط جامد بين أيوة. المعادلتين. نعم. يعني الطالب لو شاف القوانين بتاعه انحدار ص على س وس على ص، نعم، وقيمه ا وب في مواجهه قيمه ج ود، فيقدر يخرج بايه؟ بربط بسيط او باختلافات بسيطه يقدر تحفظه القانون. طيب يعني. ما تيجي نرجع لقانون معامل الارتباط بتاع اول حلقه او بتاع الحلقه اللي فاتت. تمام. هنرجع هناخد البسط زي ما هو في الحالتين. ماشي. خلي بالك، مره على الجزء بتاع س بدون جذر ومره على الجزء بتاع ص بدون جذر. يبقى معاك ايه؟ قال لي كده جبت المعاملين.
كده جبت المعاملين. تمام. معامل انحدار ص على س ومعامل انحدار ص على س على ص. نرجع تاني حضرتك معايا، قلت له تعالى كده يا استاذ عماد، ر بتساوي ايه؟ بالراحه كده. قلت له ر بتساوي ن مج س ص ناقص مج س في مج ص على جذر ن مج س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع. الجذر الثاني ن مج ص تربيع ناقص مجموع ص الكل تربيع. حضرتك لو عايز اجيب الالف اخد البسط ده كله يتحط هنا. تمام. كلام جميل. على الجزء الخاص بس على ن مجموع س تربيع ناقص مجموع س الكل تربيع بدون جذر. كده جبت الالف. هجيب باللون تاني مخالف قيمه الايه؟ الجيم. البسط هو ولا لا؟ تمام. يبقى هنا البسط وهنا البسط. على ن مج ص تربيع ناقص مجموع ص الكل تربيع. تمام. على فكره هو ده الفكره اللي هنشتغلها بعد كده بعد شويه. كده جبت الالف وكده جبت الجيم، الباقي سهل. انت بتحضر س على ص، قلت له اه بجيب ص على س. ص بتساوي الف س زائد ب. بقول له ابدا بدي، يبقى مجموع ص ناقص الف مجموع س على ن. انا بجيب س على ص، س بتساوي ج ص زائد د. ابدا بس. ابدا بس، يبقى مجموع س ناقص ج مجموع ص على ن يطلع لي الدال. اظن مفيش لا اتفه. كده تمام. انا اقصد ان الطالب لما يشوف حضرتك القوانين بالطريقه اللي حضرتك كتبتها نعم. دي، ان هم ايه يعني الف في مواجهه ج، نعم. وب وجيم، جيم ودال مع بعض، يعني كل واحده قدام ايه؟ الف في مواجهه ج وب في مواجهه د. بص يا استاذ عماد، في مشكله عند طلبه كتير، ان ممكن يقول لك انا حافظ القانون بس مش عارف اطبق. وفي طالب بيفهمها، انا عايزه يفهم، يبقى عنده مهاره الفهم وليس مهاره الحفظ. مهاره الفهم هتخليني اكتسب ايه؟ هكتسب فن تعامل مع التمارين، في ثقه في اجاباتي، عندي القدره على تحويل البيانات اللي معايا الى نتائج. لان علم الاحصاء هو علم بيهتم بايه؟ مش بجمع البيانات وتحليلها وتبويبها وعرضها في صوره رقميه، صح؟ تمام. المشكله عندي اعرف الصوره الرقميه بتاعتي. الصوره الرقميه يعني معامل ارتباط صفر وعلامه. خلي بال حضرتك، لازم اعرف يعني ايه الف، لازم اعرف يعني ايه جيم، يعني معايا. فعشان كده عملوا العلاقه بين معاملي الارتباط والانحدار. انا قلت معاملي الانحدار، معاملي الانحدار، صح؟ يبقى المقصود بيها ان معامل الانحدار ص على س وهو الف، أيوة. ومعامل الانحدار س على ص وهو ج. اللي هو جيم. طب ايه راي حضرتك لما اديك الاثنين؟ الاثنين بيتحددوا ببسط واحد ولا لا؟ تمام. عشان كده بيقال ان الالف والجيم والر دولت لهما نفس الاشاره. لا يمكن يكون الف وجيم موجب والر تبقى سالب، لا يمكن. ليه؟ لان الثلاث قيم بيتحددوا ببسط واحد. ايه هو البسط؟ اللي انا قلتها حضرتك نون مج س ص ناقص مج س في مج ص. طيب تحت الجذر ينفع نجيب حاجه سالبه؟ لا طبعا. لا. كميه تخيليه دي. كميه تخيليه، برافو، اللي هي الاوميجا. وهم مش عارفين الكلام ده. لا، هم عارفين اكتر قيمه يوصل لها معاملات الانحدار. طب ما تيجي نخش على العلاقه تمام. بين مين ومين؟ بين معاملي اللي هو الارتباط، يعني قلت الف الاثنين اهم. في الارتباط ومعاملي الارتباط. يبقى معامل الارتباط هو ر، هم عارفينه، صح؟ تمام. لكن معاملي الانحدار ألف اللي هم الف وايه؟ وجيم. يبقى انا عايز اجيب العلاقه ما بين الالف والجيم والر. تمام. وعشان كده في ناس كتير بتسالني تقول لي ايه مثلا العلاقه بين معاملي الارتباط، معامل الارتباط ر ومعاملي الانحدار. هقول حته جميله. كلمه معامل الارتباط ر نقولها كده، ر هي ايه؟ الر الجميله دي هي معامل ارتباط بين س وص. الف هو معامل انحدار، معامل انحدار مين على مين؟ ما تقولش، قلت له هقول ص على س. يبقى الالف هو مين؟ قلت له الالف هو معامل انحدار س على ص، قلت له لا، ص على س. ج بتساوي معامل انحدار س على ص. عشان كده معامل ارتباط بيساوي ر بتساوي جذر الالف في الجيم، الر بتساوي جذر الالف في الجيم. القانون ده نحفظه، قلت له هيتحفظ وهيجي في الامتحان. قبل ما اشيل الكلام ده هقول لك ان ر بتساوي هي معامل ارتباط بين س وص. ر بتساوي ايه؟ قال لي معامل ارتباط بين س وص. اما معامل انحدار ص على س هو الف. اما الجيم هي ايه؟ قلت له الجيم هي معامل انحدار س على ص. قبل ما اجي للحته دي لازم اقول لك ان انا عندي الف وجيم تحت الجذر يساوي معامل ارتباط. بس ما تقوليش ازاي اجيب الالف، قلت له هقول لك ما تخافش. لو انا عندي الر بتساوي الف في ج تحت الجذر، عايز اجيب الالف وعايز اجيب الجيم. هو يقول لي احسب الف، قلت له لا. هيقول لي احسب قيمه ايه؟ قلت له هيقول لي احسب معامل الارتباط بالمعلوميه، بمعلوميه انحدار مين ومين. قال لي انحدار ص على س وس على ص. قلت له كلام جميل. لكن لو انا عايز احدى المعاملين، قلت له تعالى بص معايا ان الر بتساوي جذر الالف في الجيم. الكلام الجميل. عايز اجيب الالف، قلت له طب ما تربع. لما ربع ده يبقى ر تربيع بتساوي
الف في ج. حبيت اجيب الالف اعمل ايه؟ قلت له لو حبيت اجيب الالف يبقى ر تربيع على الف على ج. حبيت اجيب الجيم يبقى ر تربيع على الالف. عايز اشتغلها تاني، تقول نشتغلها بمزاج قوي. ر بتساوي الف في ج، ده المطلوب بتاعك تحت الجذر. عايز اجيب الالف يبقى ر تربيع على ج. عايز اجيب الجيم بتساوي ر تربيع على الف. ولو نسيت خالص شغل المثلثات الجميله، ادي هنا الف في ج يديني ر تربيع. حبيت الالف اجيبه يبقى ر تربيع على ج. عايز اجيب الجيم يبقى ر تربيع على الالف. عايز اجيب الر تربيع اضرب الالف في الجيم هيديني معامل ارتباط بس مربع. على فكره معامل الارتباط المربع ده اسمه معامل التحديد اللي هو تمام. الار سكوير، تمام. بس هم مش عندهم دي. ده نعم. على مستوى حضرتك الجامعه ان شاء الله. ده ان شاء الله يشوفوه هو السنه طبعا الجايه. في ارتباط متعدد وفي ايوه، طبعا ما احنا قلنا ما بين صاد بتميل على س وس، على سين او اكسين. ده مش عندهم، هم عندهم ارتباط خطي بسيط ما بين صاد وس. لكن معامل التحديد اللي هو مربع معامل الارتباط مربع معامل اللي هي بيرجع ايه حضرتك؟ بيقول لك ان التغير في الظاهره صاد بيرجع الى مثلا 60% اللي التغير حسب في القيمه س. بتاعه الارتباط اللي طلعت نفسها. مربع التباين. وهناك عوامل اخرى بتوصل مثلا للكلام ده. انا معايا تمرين هنا وبقول له الاتي، عايز معامل ارتباط بين س وصاد. هنا معامل ارتباط في الاتي، بيقول لي اذا كان معامل انحدار ص على س بيساوي 1 علامه 2 ومعامل انحدار س على ص بيساوي 64%، اوجد مين؟ اوجد معامل ارتباط بين س وص. قلت له عايزك تعمل الاتي هو ايه؟ حضرتك تكتب لي الف وج ور، ولو نسيت خالص اي عامل في الدنيا بياخد اجر. الف وج ور، الالف والجيم والر. الالف ب1 علامه 2، الجيم ب64%. عايز منك الر. ماذا تعني كلمه ر؟ قال لي معامل ارتباط. طب وانت قلت لي ايه هنا؟ قلت له ده انت قايل لي معامل انحدار ص على س يبقى ده الف. عايز منك تجيب لي معامل ارتباط بين س وصاد. قلت له هضرب كده الف في ج تحت الجذر يدينا الر. الجذر بتاعي بيقول 1 علامه 2 في 64%. على فكره يطلع بالظبط وبالتحديد كام؟ قلت له هضرب 1 علامه 2 في 64% واقول يساوي، وبعد ما اقول يساوي جذر الانصر يطلع 88%. ده معامل ارتباط. ضربت ايه في ايه؟ قال لي ضربت الالف في الجيم، 1 علامه 2 في 64% يطلع 88%. جذر ده قبل ما ادوس على الجذر انا قلت لحضرتك لازم تحط لي يساوي. تمام. يعني ضربت 1 علامه 2 في 64% لازم اقول يساوي واضرب وادوس على الجذر يطلع 88%. لاحظت ان الالف والجيم والر لهما نفس الاشاره، اشاراتهم متحده. يبقى هنا علامتهم ان الارتباط طردي. الالف والجيم والر لهما نفس الاشاره. لو الالف والجيم والر طلعت اشاراتهم موجبه كان اصل الارتباط طردي. لو الالف والجيم والر طلعت لهما اشاره سالبه كان اصل الارتباط ايه؟ عكسي. بس عايز اقول لك على حاجه، ان اكبر مقدار يوصل له حاصل ضرب الالف في الجيم هو الواحد الصحيح. تمام. تاني، تمام. اكبر قيمه يوصل لها حاصل ضرب الالف في الجيم هو الواحد الصحيح. اقل قيمه كام؟ -1. -1 الناحيه الثانيه. بس ممكن يطلعوا صفر، ممكن يطلعوا صفر، بس في حاله واحده، لما نون مج س في ص بتساوي مج س في مج ص، اللي هم اللي قبل السالب في القانون يساوي اللي بعد السالب يعني في البسط القانون. يطلع بالصفر لان طبعا يبقى كده المقام ملوش اي يبقى لازمه. مفيش انحدار هنا. آه. في الحاله دي لو انت بترسم س على ص هيبقى معادله انحدار س على ص يبقى الخط على تمام. موازي محور السينات. خلي بال حضرتك. ولو بتقدر س على ص هيبقى الخط موازي محور الصادات. هو كده لا في لا ميل ولا جزء مقطوع. مفيش لا في جزء مقطوع بس اللي هو مفيش ميل. اللي هو مفيش ميل يبقى مفيش كده. ميل. الميل هو اللي معامل الانحدار بتاعنا. تمام. ودي طبعا حالات نادره. لكن اكبر جزء يبقى كام؟ يبقى الواحد. هي الواحد. واقل جزء الصفر، لا يقل عن الصفر. وخلي بال حضرتك احنا ما ننساش لو في حاجه عند حضرتك يا ريت تجيبها لنا عن احنا بس الفكره كنا عايزين حضرتك دلوقتي يعني احنا يعني ايه، احنا دلوقتي اللي احنا قلناه ان احنا عندنا معادله انحدار ص على س. نعم. وعرفنا ان ص بتساوي الف س زائد ب. نعم. وسمينا الف معامل انحدار ص على س. ايوه. وسمينا ب طبعا ده الجزء الثابت او اللي هو الثابت الجزء بتاعه. ايوه. نعم. مش محتاجين دلوقتي. نعم. ومعادله انحدار س على ص اللي هي س بتساوي ج ص زائد د. زائد د. وجيم هو معامل انحدار س على ص. الله ينور على حضرتك. كده انا معايا معاملين. أيوة. اللي هو ص على س وس على ص هو الف وج. نعم. استخدمنا الارتباط وقلنا ان ر تربيع بتساوي جذر الف في ج. نعم. او نقدر نقول ان ر تربيع الف في ج بتساوي او ألف ر ج بس. جذر الف ج. ايوه كده كلام طيب. دقيق. حضرتك دلوقتي اديتنا مثال ان جبت لنا قيمه الف جاهزه نعم. وجيم جاهزه واحنا طبقنا. طب ما طب تدينا انا حاجه عايز لو استغل عندك. بقى الطالب ان هو فاهم
ان الالف دي في القانون بتاع صاد ايوه هو المعامل. ايوه. يعني انا اجيب له المعادله، ينفع نجيب معادله نجيب 2 المعادله، جاهزين؟ يا ريت لو عندك حاجه تجيبها لي تمام. يا ريت. طب هات لي يعني المعادله افضل. يعني على سبيل المثال نعم. مثلا لو قلنا اذا كانت معادله انحدار ص على س هي ص بتساوي أيوة. 6 من 10 س زائد 4.2 من 10، ماشي يا بيه. وكانت معادله انحدار س على ص هي س بتساوي 25 من 100 ص زائد 2.3 من 10. كلام جميل جدا. احسب معامل الارتباط بين الظاهرتين س وص. طيب نقرا تاني. اذا كان معادله انحدار ص على س، ص بتساوي المعادله بتاعتي اهي 6 من 10 س زائد 4.2 من 10. هنا ص، مش ص بتساوي الف س زائد ب؟ يبقى عندي الالف ده ولا لا؟ انا لو طالب خيبان مش هاخد بالي بصراحه. ليه؟ قلت له ما كاتب لي ايه؟ ص بتساوي الف س زائد ب، يبقى الالف بتساوي كام؟ قلت له الالف بتساوي 6 من 10. طيب ومعادله انحدار س على ص هي س بتساوي 25 من 100 ص، يبقى ده الجيم ولا لا؟ قلت له يبقى ده الجيم. 25 من 100 ناقصنا اجيب ايه؟ ناقصنا اجيب الر. وما تنساش انا لو طالب ومذاكر وحضرت النهارده اكتب الالف والجيم والر جنب بعض يبقى اجر. عايز اجيب الر، قلت له الر الجميله بتساوي جذر الالف في الجيم، وما انساش قبل ما ادوس على الجذر احط يساوي. واكبر مقدار يوصله ده الواحد الصحيح. لو طلع واحد علامه 2 يبقى انا غلطان. خلي بالك ممكن اديله ديت الب ليس لها قيمه، ملهاش استخدام، ودي الدال ليس لها قيمه وما بستخدمهاش في الحته دي. هضرب الالف 6 من 10 في علامه 25 من 100 واقول يساوي. ده 15 من 100 جذر ال 15 من 100 39 من 100. يبقى ده الارتباط. لو انا بصيت كده يبقى انا جبت الالف والجيم والر تحت الجذر. ضربت الالف والجيم والر تحت الجذر. عملت ايه؟ ضربت الالف في الجيم تحت الجذر، جبت معامل ارتباط. في علاقه بينهم تانية؟ قلت له لا، مفيش علاقه تانية الا العلاقه الاستنتاجيه. هو الف في جيم تحت الجذر ليه؟ هو ده السؤال. ما في واحد ممكن يسالني يقول له حط الجذر ليه الاستاذ النهارده؟ هقول له يا ابني دلوقتي ان الالف والجيم دول معاملي الانحدار، وبيتحددوا بناء على البسط، وبسط واحد. ايه هو البسط؟ اللي هو ن مج س ص ناقص مج س في مج ص. طيب بعد كده عندي الاتي، افرض انه عايز معامل انحدار س على ص او ص على س. قلت له الشكل بتاعي انا عارفه، الالف في الجيم تحت الجذر بيساوي بالظبط وبالتحديد الر. لو ربعت مين؟ قلت له ربعت الاثنين دولت، يبقى بالتربيع يبقى ر تربيع بيساوي الف في ج. انا بحاجه الالف وبحاجه اجيب الجيم. الالف لو حبيت اجيبها اعمل ايه؟ الالف بتساوي الر تربيع على الجيم. عايز اجيب الجيم يبقى ر تربيع على الف. دي الفكره اللي انا هشتغلها دلوقتي. عايز اجيب معامل انحدار س على ص او ص على س. بس قبل ما اقول لك ما تنساش ان انا عندي هنا الر تربيع وهنا الف في ج. عايز الالف يبقى اقسم ر تربيع على ج، عايز الجيم يبقى ر تربيع على الالف. وده مثال. المثال اللي معايا مثال جميل جدا على ايجاد العلاقه بين معاملي الارتباط. والعلاقه خلي بالك ان هنا اذا كان معامل الارتباط بين س وص هو سالب 9 من 10. سالب 9 من 10. ادي سالب 9 من 10. كلام جميل. قال لي كده انت غلطان. قلت له ليه؟ وانا مش هكتب كل مره. قال لي معامل ارتباط يبقى دي 9 من 10. وكان معامل انحدار س على ص يبقى ده الجيم، يبقى ده سالب 3 من 10. يبقى ده مجهول. قلت له كلام جميل. يبقى انا مش اي حاجه احطها. اما اقرا كده اقرا واقول معامل ارتباط بين س وص هو سالب 9 من 10 يتحط هنا. يبقى لازم تحط لي السالب. النقطه الثانيه معامل انحدار س على ص هو الجيم. قلت له كلام جميل بسالب 3 من 10. عايز اجيب الالف. الالف بتساوي ايه؟ قلت له الكلام الجميل ر تربيع على ج. ر تربيع بكام؟ قلت له ر تربيع على ج. ازاي ر تربيع على ج؟ قلت له ر تربيع اللي هي كام؟ ر تربيع على ج بالظبط اللي هي سالب 9 من 10، بس كل تربيع على سالب 3 من 10 تطلع بالظبط وبالتحديد كام يا سيدي؟ تطلع سالب 2.7 من 10. دي قيمة الألف. خلي بالك معايا أنا جبت الألف إزاي؟ ر تربيع على ج سالب 9 من 10 على سالب 3 من 10، بس سالب 9 من 10 دي تربيع على سالب 3 من 10 يطلع سالب 2.7 من 10. عشان كده عندي حاجة تانية بصراحة. جبت معامل ارتباط بين س وص، وجبت معادلة انحدار ص على س ومعادلة انحدار س على ص، وجبت معامل ارتباط باستخدام العلاقة، وربعت الر تربيع خلي بالك وقسمتها مرة على الجيم اداني ألف، وجبت ر تربيع قسمتها على الجيم طلعت لي ألف، وبالعكس جبت الجيم منها بر تربيع على ج.
طيب كلام جميل. خلي بالك من اللفظ اللي هقوله. جاي يقول لي هنا اذا كان، وخلي بالك قوي 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 في الحته دي، معامل الارتباط بين س وص هو طردي تام، وكان معامل انحدار ص على س هو 5/10. احسب كم كان معامل انحدار س على ص. جميله قوي دي يا استاذ محمد. في لفظ جميل هنا موجود طرد بس تام. يا ريت. أيوة. جميل قوي موضوع الطرد تام ده. طب يعني طب نقراها مع بعض. طرد جميل تام أوي. يعني ايه يا استاذ احمد؟ نشتغلها في الدقيقتين اللي باقيين لنا دول. إنه احنا طرد يعني موجب، أيوة. تام يعني ارتباط يساوي واحد صحيح. واحد صحيح، يبقى ر بتساوي كام هنا؟ يبقى كده ر بواحد. في هذه الحالة يعتبر معامل ارتباط ر بتساوي واحد بسبب الكلمة دي. طب ما سألتنيش يا أستاذ عماد لو عكس تام؟ يبقى سالب واحد. يبقى سالب واحد. طب لو لا يوجد ارتباط؟ يبقى صفر. يبقى معامل ارتباط صفر هنا. طيب نقرا ديت، هكتب ألف واكتب ج واكتب ر، صح؟ مش احنا متفقين على كده؟ تمام. طرد تام يبقى ر بتساوي واحد. ومعامل انحدار ص على س 5/10. أقدر أجيب، قلت له نقدر نجيب الجيم. الجيم بتساوي قال لي ر تربيع على الألف، ر تربيع على واحد تربيع بواحد، ر تربيع بواحد على ألف ب5/10، يطلع ده ب2. يبقى معامل انحدار س على ص هو 2 صحاح، 2/10، 2 صحيح. يبقى معامل انحدار س على ص هو اداهولي ص على س ب5/10. الجيم أنا عايزها، الجيم بتساوي ر تربيع على ألف، 1 على 5/10 تطلع ب2، يبقى الجيم بتساوي بالظبط وبالتحديد 2. آخر كلمة هقولها لحضرتك قبل ما نخلص حلقتنا. هنعمل إيه؟ قلت له الأمثلة دي موجودة في الكتاب. عندنا كتاب إحصاء مرجع. بس ما انساش إن أنا عندي الألف وعندي الجيم وعندي الر. لازم أعرف معنى الألف إيه. الألف هو معامل انحدار ص على س. الجيم هي إيه؟ معامل انحدار س على ص. الر معامل ارتباط بين س وص، معامل ارتباط بين س وص. وما انساش ان الر بتساوي جذر الالف في الجيم، وما تنساش ان الالف بالعلاقه دي بيساوي ر تربيع على الجيم، والجيم بتساوي ر تربيع على الالف. والكلمه لحضرتك يا استاذ عماد. طيب هو دلوقتي بس مبدئيا يا استاذ محمد، في طلبه او بعض الطلبه نعم بيكتب مش بيكتب القانون، نعم، او بيجي هو معتقد خرج ان هو حل اجابه نموذجيه والنتيجه صح، يراجع مع اصحابه. لكن هو فوجئ ان هو مثلا ص بتساوي الف س زائد ب، هو جاب الف وب وراح كاتب اذا معادله الانحدار بتساوي ص، راح مترجم او ايه معوض على طول. نعم. فلو في بعض الطلبه برضو يعني ايه في عجاله كده، لو طالب نسي مثلا او هو ما كتبش القانون وهو عارفه، لكن أيوه. هو على اساس ان هو ايه فاهم ان هو بيعوض او بيحل صح يعني. فهل ده يعتبر يعني ننصح اعزائنا الطلبه بايه في الجزئيه دي؟ انا بقول لاولادي بالراحه، ما تستعجلش في حلك، رتب افكارك، اكتب القانون، عوض. لازم يبقى عندك فن ومهاره التعامل مع الاله. وخلي بالك من الخمسه والاثنين، مش هقولها تاني بصراحه. كتير بينقلوا الخمسه 2 و2 5 من الاله حتى اللي في الثانويه العامه. وخلي بالك ان انا ما عنديش وقت تاني، وفي وعد بيننا وبين بعض. هم هيبتدوا يذاكروا فورا، ياكدوا نجاحهم من دلوقتي. المشوار لما يكون طويل بيبدا بخطوه. اعمل اللي عليك بامانه والباقي على ربنا. بلادنا محتاجه مننا كل ذره عرق وكل ذره جهد. واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه. وقبل ما نقفل يا استاذ عماد، لازم نشكر الناس اللي قائمين على القناه والناس اللي طلعونا بالشكل الجميل ده، وبنشكرهم ويجعلوا دايما يا رب في موازين حسناتهم، واشوفهم على خير ان شاء الله المره الجايه. شكرا ليك يا استاذ محمد. اعزائي طلبه وطالبات دبلوم مدارس الثانويه التجاريه، احنا كده انتهينا من درس الانحدار، وبكده يبقى انتهت حلقتنا النهارده. في النهايه بنشكر استاذنا الاستاذ المتميز استاذ محمد ابو نار، موجه الرياضه الماليه والاحصاء بوزاره التربيه والتعليم. شكرا لك يا استاذ محمد. الف شكر يا استاذ عماد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مدرستنا يا مدرستنا يا منورة والنور في بيتنا، علمتينا وفهمتينا لما بقينا حاسين قيمتنا. المدرسة علينا